بسم الله الرحمن الرحيم. كلمتين في السريع كده عشان الواحد مخنوق من الفترة اللي فاتت دي من لعيبة النادي الأهلي ومن إدارة النادي الأهلي السلبية ومن قرارات النادي الأهلي. فعندي كلمتين كده عايز أقولهم كده في السريع برضو، اللي هو إيه، بقالي كتير ما اتكلمتش عن الأهلي من ساعة ماتش الترجي الشوط التاني بالذات، هناك مش هنا. يعني أنا بقالي كتير ما اتكلمتش في كورة، بس اللي زاد الطينة بلة إن ناس كتير أوي طالعة تتكلم وتقول لك أصل إدارة النادي الأهلي، أصل لعيبة النادي الأهلي، أصل المدرب، أصل. يا جماعة انتوا سايبين حاجة قد كده بسيطة. مع احترامي للناس كلها، مين بيحب النادي الأهلي؟ أنا مش شايف حب للنادي الأهلي، مش شايف حب للشعار النادي الأهلي. محدش. المشكلة مش مشكلة إدارة، لأن أنت لو جيت تفكر مفيش حد في العالم بيحب ان هو يطلع نفسه ان هو ما بيفهمش. وهي وده دليل على ان الاداره، آه، انت ما بتفهمش كاداري ان انت تبقى كسبان وداس على وش الكره الارضيه كلها وتخسر نفسك بنفسك، تهدم فرقتك اللي انت بنيتها، تهدم فرقتك اللي هي حققت اكتر من بطوله ومحافل دوليه وتواجد باستمرار على منصات التتويج، وانت تيجي تهدمها بايدك. فده كده غباء فعلا من الاداره. ده غير بقى ان اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، ما اقدرش اقول ان هي مثلا شبعت، ما اقدرش اقول ان هي خلاص استسلمت، بس الفكره كلها ان اللعيبه بقت واخداها بيزنس، واخداها انا هاخد منك كام النهارده، او هروح البيت معايا كام لعيالي، انت فاهم. فانا بنزل. يا جماعه الكوره بقت، ماليش نفس والله اتكلم، الكوره بقت في مصر بقت تقرف. امبارح تتفرج على ماتش البايرن وباريس سان جيرمان، ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ 5-4 نتيجة، اقسم بالله مش في البلاي ستيشن، مش موجودة في البلاي ستيشن. بس هما الكرة يا جماعة جميلة قوي، الكرة جميلة قوي. بس انت عندنا هنا تحس ان الكرة وحشة، في عمى الوان، او مثلا تحس ان في تلوث بصري بتتفرج عليه في الدوري. بس بتحب النادي الاهلي هتعمل ايه؟ بس لنا الله بصراحة، الواحد مش عارف يعمل ايه.